حتة إن الهلال لو هو اللي بيلعب في كأس العالم للأندية، أنا مستعد أراهنك لو الرهان مش حرام الهلال فاينل مع مان سيتي. قال تامر بدوي محلل قنوات SSC أن الهلال كان سيصل نهائي كأس العالم للأندية 2023 لو شارك بدلا من الاتحاد. الاتحاد كان قد شارك في البطولة بصفته بطل الدوري المحلي في البلد المنظم، وقد بدأ البطولة جيدا بالفوز على أوكلاند سيتي 3-0، لكنه خسر المباراة الثانية أمام الأهلي بطل إفريقيا بنتيجة 3-1 وسط صدمة الجميع في المملكة. بدوي أكد أن الهلال هو الفريق الأفضل عربيا في الوقت الحالي وبفارق كبير عن بقية الأندية، مشيرا إلى أن ما يميزه هو عمله المنظم وعدم تأثره بغياب أي لاعب، مفضلا إياه على جاره النصر بسبب الصلابة الدفاعية. وأضاف في بودكاست الثمانية: الهلال بفريقه ووضعه الحالي لو شارك بدلا من الاتحاد في مونديال الأندية كان سيصل نهائي البطولة أمام مانشستر سيتي بشكل أكيد، وأستطيع الرهان على ذلك. وحين سئل عن إمكانية تخطي الهلال للأهلي المصري أجاب: بالتأكيد الأهلي سيكون له أمل بالتأكيد، لكنه لن يتجاوز 20%، فيما هي 80% لصالح الهلال. الفارق كبير جدا. وأتم المحلل المصري: الهلال كان سيواجه مانشستر سيتي بالتأكيد في النهائي، وكانت المواجهة ستكون رأسا برأس وليس 80-20، كانت ستكون 60-40 أو 55-45 بين الطرفين. يشار إلى أن الهلال هزم أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 ب4 أهداف دون رد، وذلك حين التقيا في مباراة تحديد المركز الثالث. في حتة تانية خالص في الوطن العربي، مش بس في السعودية، في الوطن. الهلال لو هو اللي بيلعب في كأس العالم للأندية، أنا مستعد أراهنك لو الرهان مش حرام الهلال فاينل مع مان سيتي. يعني لو واجه الأهلي يكسب الأهلي؟ أنت بتهزر؟ طب الثقة يا كابتن، وروح الفانيلا الحمراء. لا، روح الفانيلا الحمراء. يعني أنت تيجي تقول لي روح الفانيلا الحمراء قدام مان سيتي مثلا؟ روح الفانيلا الحمراء دي أكيد ليها سقف. وهو مثلا بس في شعور عند مشجع الأهلي إنه أنا أقوى فريق في الوطن العربي. شوف يا كابتن، هل أنت لما تروح، أنت سافرت قطر ورايح تحضر منتخب بلدك، طبعا شرف انك تساند منتخب بلدك، بس انت رايح والنسب الكبيرة مش هنضحك على بعض، صحيح، ان الارجنتين هتكسب، صح؟ صحيح. بس جواك امل ان رجالة بلدك هيعملوها. صحيح. رايح ولو حتى 1% و99% الارجنتين هتكسب، بس جواك امل لو يعملوها، صح؟ صحيح. انت رايح علشان الامل 1%، ربنا جبر بخاطرك ورجعك 1%. اللي انا عايز اقوله لك ان الامل انت عايش عليه. انا رايح اقابل مان سيتي وعندي فرصة 1%، انا رايح على 1%، ممكن اخسر، ده هو 99% اخسر، انا متقبل الخسارة، بس اللعيبة تعمل اللي عليها. النسبة هذه أمام الهلال السنة اللي فاتت يا كابتن الأهلي خسر من ريال مدريد في كأس العالم للأندية، الجمهور كله كان بيسقف للاعيبة الأهلي. صحيح. ليه؟ الأهلي عمل ماتش عمره، ضيع 7 فرص على ريال مدريد. في فرق في أوروبا وفي فرق في الدوري الإسباني ما عرفتش تضيع عدد الفرص ده على مرمى ريال مدريد. طب أنا حورطك يا أبو زياد، النسبة كم حتكون لو الأهلي واجه الهلال؟ 80-20. الأمل حلو في الحياة طبعا. بس أبو علي، عاوز هنا ولا هنا؟ عاوز العقل ولا العاطفة؟ أكيد العقل، أكيد. بس زي ما قلت لك العقل. شوف أنا قلت لك إيه، الهلال في حتة تانية خالص. هل أنا هلالي؟
والله ما أعرف. والله العظيم ولا هلالي ولا هلالي ولا نصراوي ولا اهلاوي ولا اتحداوي. طبعا يحصل لي الشرف ان انا يكون انت، بس انا مصري. يعني يحصل لي طبعا الشرف ان انا اكون سعودي، بس انا يحصل لي الشرف ان انا اكون مصري. ما عنديش اي انتماء لنادي، بس انا بتكلم هنا. صحيح والله. لا انت ابو زيد تفرجت على الكره في كل مكان في العالم، يعني يمكن انا وانت ابو عاليه يمكن عندنا اهتمام شديد بالكره الاوروبيه والعالميه، فنتفرج على الكره في كل مكان. وش السبب اللي يخليك تقول الكلام هذا عن الهلال، انك تشوف الهلال اليوم في هذا المكان؟ يعني منظومه متكامله من اول ياسين بونو لغايه متروفيتش. اي ترس بيطلع من مكنه الهلال المكنه ما بتتاثرش. في نظام. اجيب لك بدل الماتش يا ابو علي، بدل الماتش 5 مرات ميشائيل يطلع كلاعب بيتغير يعمل كده وزعلان ويرفض يسلم على المدرب ويخبط ازازه الميه وجيزوس واقف. عارف عندنا في مصر بيقول ايه؟ عامل عبيط. براحتك يا حبيبي. انت فاكر لما تعمل الحاجات دي انا هخاف منك؟ فالماتش اللي جاي لو شفتك وحش وما بتنفذ هسيبك في الملعب؟ لا، في نظام، منظومه. الهلال اللي هو وصل ليه ده مش من فراغ. عشان كده بقولك صعب جدا انك توصل لمرمى ياسين بونو، صعب جدا. منظومه، كله بينفذ. هو ايه اللي نجح محمد البريك اللي هو اصلا باك رايت؟ ايه اللي نجحه باك ليفت؟ اسمع الكلام، التزم. ايه اللي نجح الهلال انه يطلع بالكره من ورا لقدام بعد ما كان في بدايه الموسم عنده مشاكل؟ ان نيفيز بدا ينزل وكوليبالي يفتح الملعب وعلي البليه يفتح الملعب ونيفيز ينزل في النص ما بينهم، والهلال يبدا يطلع بالكوره. نظام. مفيش حد اعلى من الفرقه، كله بيصب في مصلحه الفرقه. عشان كده الهلال راح في حته تانية خالص. لقد قلت شعرا عن الهلال عشان ده حق يعني الهلال. يمكن انا حشك فيك من بعد اليوم انه انت هلالي متأكد. والله شفت انا قلت لك ايه؟ ابويا الله يرحمه كان بيحب النصر، والله العظيم 3 والله العظيم 3 والله العظيم 3 كان بيحب النصر عشان ماجد عبد الله ربنا يديله الصحه. وكان في واحد انتوا ادرى كان بيقول لي عليه، نفسي افتكر اسمه، في جيل ماجد كان دايما حسين الجمعان هدم فيه فيه النصراوي. عبد الله حاجه النصراوي ولا ايش؟ انتوا اللي تفتكروا. النصراوي اللاعب في الهلال من النصر في جيل ماجد. حسين الجمعان. لا كابتن محسن معانا في القناه. يوسف خميس. لا عبد الله حاجه. يحتاج واحد 50 يعني. عارف مايت احمد عبد الله. لأنه كان حتى كان هو دايما بيشبه الموضوع في النادي الاهلي في نفس الحقبه الزمنيه مصطفى عبده والخطيب. الخطيب كان هو اللي ياخد الصيت الاعلامي طبعا، ويستحق طبعا، لان كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه نجم كبير، لكن كان نوعا ما بيجي على حساب مصطفى عبده اللي كان بيصنع جزء كبير من اهداف الخطيب، وكان كابتن مصر ومتالق طبعا مع الاهلي ومع منتخب مصر كابتن مصطفى عبده. تشعر ان خصوص جاي ينتقم؟ قبل شوي قلت كلام والله تشعر انه جاي ينتقم حرفيا. جاي ينتقم من مين؟ لانه هو لما طلع في الفيديو التعريفي تبع اعلان انه حيدرب الهلال، وهو تمت اقالته بطريقه غريبه في موسم 2019، فلما جاء قال انا جاي عشان انتقم. تنتقم من مين الله اعلم، ولكن بيرد في الملعب. ايه الرجل جالس. ابو علي، هو معنى ان انا اقول مثلا شعر في الهلال، هل ده معناه ان مفيش فرق تانية بتلعب كوره؟ لا. النصر بيلعب كوره حلوه جدا، بس النصر عنده بعض المشاكل الدفاعيه. النصر مش بصلابه الهلال دفاعيا. صحيح. لكن النصر عنده حلول هجوميه مرعبه. صحيح. انت النصر في عز ما هو كان مضغوط عليه في مباراه الهلال، يطلع لك لعيب مهاري بارد اعصابه في ثلاجه زي ما بنقول، اسمه تاليسكا، الكوره جوه ال 18 يقوم عامل الكوره كده، كانت من فوق البليه ولا البريك يقوم عاملها كده، يطلع عليه ياسين بونو تكه وجور. فعنده حل، فعلا. ده معناه ان النصر ما بيلعبش كوره حلوه؟ طبعا بيلعب كوره حلوه، لكن انا بكلمك من اول حارس المرمى لغايه المهاجم رقم 9، اكتر فرقه بتشتغل بشكل جماعي منظومه متكامله هي الهلال. بعد سنه من المباراه ما بدون خساره. بعد سنه من الان كابتن، الصيف مش الجاي هذا اللي بعده الهلال حيشارك في كاس العالم بالنظام الجديد 24 فريق اللي فيها ريال مدريد ومانشستر سيتي والاهلي والكل. يعني لو هو رايح بالفورمه هذه دلوقتي راهن عليه دلوقتي
وطبعا على حسب مسار البطوله، بس انا متاكد انه حيعدي دور المجموعات، ان هي بنفس نظام يمين يدينا طولة العمر، طبعا ربنا يدينا طولة العمر، بس نشوف المنافسين هيبقوا عاملين ازاي. يعني شوف انا بقول لك ايه، لو هو في البطوله الحاليه اعزمك احلى عزومه على المطعم اللي انت بتحبه. الهلال فاينل مع مان سيتي وراس براس، مش 80-20 بقى المان سيتي، 60-40 لمان سيتي، 55-45 لمان سيتي. الهلال تقيل قوي يا جماعه على ارض الملعب.